هي خطب من أجل حزب وليست دينية، كذا يقول رجل عندنا. طيب. نحن ولله الحمد نعرف فضيلة الشيخ، نعرفه حق المعرفة، فنود من الشيخ الرد على هذه المسائل، لأنها خصوصا أن هذا الكلام قيل في مجمع فيه ناس قد لا يعرفون الشيخ. تسمع يا فرج. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك. بارك الله فيك. تحيات اخوانكم في ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسأل كذلك عن صحة أنكم الآن تدعون وتؤسسون لحزب اسمه الوهابية، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ يا إخواني، نبرأ إلى الله أن يكون سعينا لأجل مذهب معين أو فكر معين غير الحق، إنما سعينا إن شاء الله فيما يظهر الحق ويعلوه. وأما أن نسعى لكلمة وهابي أو ما وهابي فهذه دعوة فرية. الشيخ محمد رحمه الله لما وفقه الله وشرح صدره الحق ما دعا لمذهبه ولا لمذهب معين، إنما دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. والذين حسدوه على هذه الدعوة أو أبغضوه على هذه الطريقة أرادوا أن يزدروه فقالوا إن هذه دعوة وهابية، أي دعوة شخصية ما لها علاقة بالكتاب والسنة. كل هذا من المغالطات والأباطيل. من تأمل الشيخ وتدبرها وقرأ كتبه رأى حقا أن هذه دعوة صالحة موافقة للكتاب والسنة، وأن الله جل وعلا هيأ لها الإمام محمد سعود وأولاده، فحموا هذه الدعوة وقاموا بها ونصروها وأيدوها إلى أن مكن الله لها في الأرض دعوة صادقة خالصة ما ارتبطت بمذهب ولا بحزب، ولكنها دعوة إلى الكتاب والسنة فقط وإلى ما عليه سلف هذه الأمة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال من الأخير يقول الخطبة. هذا آخر سؤال له يا شيخ. وفي عرفة أي يقول يعني هو يقول أنكم تدعون في خطبة عرفة وفي غيرها إلى الوهابية. أبدا، خطبة عرفة التي مضى علينا فيها ما يقارب من 28 عاما، نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والسداد، ما نجعلها ولد أحد مؤسسة على مذهب معين، إنما هي دعوة إلى الكتاب والسنة وتبصير المسلمين وتحذيرهم من الأمور التي تخالف الشرع. ويعلم الله ما يقصد الناس بهذا نصر شيء معين، إنما نصر الحق فقط. الحق ضالة المؤمن، نصر الحق وتأييد الحق وإظهاره وبيان الباطل وتحذير المسلمين مما يخالف شرع الله. ومن عنده إشكال في أي عبارة قلناها يظن أن فيها دعوة لغير الحق فليوضحها لنبين له وجهة النظر في ذلك. جزاكم